فيلمنا النهاردة بيبدأ في الماضي وبنشوف سباق للعجلات الحربية وبنشوف المتسابقين كلهم وهم بيحاولوا إنهم يسبقوا متسابق معين ولكنهم ما بيقدروش، وساعتها بيتفق كل المتسابقين على المتسابق ده وبيفضلوا كلهم يضايقوه ويحاولوا إنهم يوقعوه بس ما بيقدروش. وفعلا بيفوز المتسابق ده، ولكن فجأة بتتكسر العجلة بتاعته وبيقع المتسابق ده من عليها وبيموت. بنروح بعدها لوقتنا الحاضر وبنشوف عالم الآثار اللي اسمه سيلفستر، وهو بيكتشف واحدة من المقابر الأثرية في مصر، واللي بيكون مثبت الكاميرا بتاعته وبيتكلم مع الجمهور وبيقول لهم إنه دخل مقبرة الأميرة نفر علشان يكتشف الموميا بتاعتها. وفعلا بيدخل سيلفستر مع المساعدين بتوعه وبيفتح التابوت بتاعها بس بيتفاجئوا إنه فاضي. ولما بيبدأ سيلفستر يترجم النقوش والرسومات اللي على التابوت من بره وعلى جدران المعبد، بيعرف منها إن موميا الأميرة نفر موجودة في مدينة المومياوات. وبيفضل سيلفستر ماشي ورا النقوش والرسومات لحد ما بيعرف إن في مدينة كاملة عايشين فيها المومياوات. ومن ناحية تانية بنروح لمدينة المومياوات، وهناك بنشوف شاب اسمه توت وهو قاعد بيوقع للمعجبين بتوعه. وساعتها بنعرف إن توت كان متسابق مشهور جدا وإنه دايما كان بيفوز في مسابقات العجلات الحربية، وعلشان كده ليه معجبين كتير. وبعد ما توت بيخلص توقيع للمعجبين بتوعه، بيدي الحاجات بتاعته لأخوه اللي اسمه سخم، وبيطلب منه إنه يروح للبيت علشان احتمال يتأخر على ما يجيب كل طلبات البيت اللي هما محتاجينها. وفعلا بيروح توت علشان يشتري طلبات البيت، وأثناء ما يجي توت يعدي الطريق بتخبطه بنت بالعجلة الحربية بتاعتها وبتفضل تتخانق معاه بس ما بتعرفوش هي مين وبتسيبه وبتمشي. وبنعرف بعد كده إن البنت دي تبقى الأميرة نفر بنت الفرعون، اللي أول ما بتروح القصر بتفضل تغني بصوت عالي. وساعتها بتجيلها المساعدة بتاعتها اللي اسمها أوسي، وبتفضل تزعق لها وتقول لها إن مفيش أميرة بتغني، واللي بيغنوا دول بيكونوا بس الخدم وصناع الترفيه، والأميرات ما بيعملوش كده. فبتقول لها نيفر إنها مش هتعمل كده تاني، وبتطلب منها ما تقولش لوالدها إنها كانت بتغني علشان ما يتضايقش منها. وبعد ما بتخلص نيفر اللي كانت بتعمله، بتلبس الزي الملكي بتاعها وبتنزل عشان تقابل والدها الفرعون، واللي بيعرفها إن النهاردة هيتم إطلاق مراسم اختيار زوج ليها، وهي إن هم هيطلقوا طائر العنقاء في السماء وإن هو اللي هيختار لها الزوج المناسب. لكن وقتها بيظهر على نفر إنها مش موافقة، وبتقول لوالدها إن هي مش عاوزة تتجوز دلوقتي علشان هي لسه صغيرة وعاوزة تحقق حاجات كتير لسه في حياتها. فبيرد عليها الفرعون وبيقول لها إنها الأميرة وإن ده دورها وواجبها تجاه المملكة. بالرغم إن نيفر بتكون حزينة جدا ومش مقتنعة بكلام والدها، إلا إنها بتوافق في الآخر. وفعلا بتبدأ مراسم اختيار زوج للأميرة نفر، وبيطلق الفرعون طائر العنقاء ناحية المدينة علشان يختار العريس المناسب للأميرة. وبيفضل طائر العنقاء ماشي في المدينة وبيكونوا مساعدين الفرعون مراقبينه بالتلسكوب بتاعهم. وفي الوقت ده بيكون سخم قاعد بيلعب مع التمساح بتاعه بالقرص الدوار، واللي بيغلط وبيرميه بعيد، وساعتها بيخبط القرص الدوار في طائر العنقاء وبيوقعه على البيت بتاعهم. وقتها بيقولوا مساعدين الفرعون إن طائر العنقاء خلاص اختار عريس الأميرة نفر. وفي الوقت ده بيتفاجئ توت إن في حراس جايين علشان يقبضوا عليه وياخدوه لقصر الفرعون. وأول ما الأميرة نفر بتشوف توت بتفتكر إن ده هو نفس الشخص اللي خبطته، بتقول إنه شخص غريب وإنه مش من مستواها لأنه مجرد متسابق عجلات حربية. وساعتها بيقول لهم توت إن هو كمان مش موافق على الجواز من الأميرة لأنه مش مناسب وإنها لازم تتجوز أمير زيها. بس مساعدين الفرعون بيقولوا له إنه مراسم اختيار العريس ده شيء مقدس، وإن القانون بيقول إن لو موافقش عليه هيكون عقابه إنهم يقتلوه. فبيخاف توت جدا وبيوافق إنه يتجوزها. وساعتها بيديله الفرعون علبة فيها خاتم الجواز اللي هيقدمه لنفر يوم الفرح. وبعد ما بياخد توت الخاتم بيروح يتكلم مع نفر وبيعرفها إنه مش موافق على الجوازة دي وإن هو عنده معجبات كتير وإنه لسه عاوز يعيش حياته. فبتقول لنفر إن هي كمان مش موافقة، بس هي مضطرة إنها توافق علشان والدها ما يتضايقش منها. وبعدها بيمشي توت وبيروح يقابل أخوه سخم وبيعرفوا إنهم عاوزين يجوزوه الأميرة. فبيفضل سخم يضحك عليه ويقول له إزاي يختاروه، هو شخص بيكره الالتزام والمسؤولية. فبيرد عليه توت وبيقول له إنه مش فاهم أي حاجة، بس كل اللي هو فاهمه إن الخاتم اللي معاه ده لو ضاع الحراس هيقتلوه. وساعتها بيطمنه سخم وبيقول له إنهم لازم يحافظوا عليه في مكان آمن. وفعلا بيوصلوا هما الاتنين لمكان السرداب المهجور اللي توت مخبي فيه الجوايز بتاعته، وبيحطوا الخاتم في دولاب جوه السرداب. ومن ناحية تانية بنروح لعالم الأحياء،
وبنشوف سيلفستر اللي بيدخل للسرداب اللي بيوصلهم لمدينة المومياوات بمساعدة الروبوت بتاعه اللي بيقدر إنه يوصل لمكان الخاتم. وساعتها بيفرح سيلفستر بيه جدا وبيأمر الروبوت بتاعه إنه يفجر المكان. وساعتها بيسمع توت صوت الانفجار وبيرجع تاني بسرعة علشان يطمن على الخاتم. بس وقتها بيتفاجئ لما بيلاقي المكان كله متدمر، وساعتها توت بيفهم إن في حد من الأحياء هو اللي عمل كده، وبيقول لأخوه سخم إنه لازم يرجع لعالم الأحياء علشان يرجع الخاتم. فبيرد عليه سخم وبيقوله إن ده خطر جدا وإنه ممكن يجيب خاتم تاني مكانه. فبيقول له توت إن ده خاتم ملكي وإنه هدية من الفرعون نفسه، وإن الفرعون لو عرف إن الخاتم ضاع منه ممكن يعدمه. وساعتها بيقول سخم لتوت إنه لازم يروح معاه وإلا هيقول للفرعون إنه ضيع الخاتم. فبيضطر توت إنه يوافق، وفعلا بيتحركوا هما الاتنين علشان يروحوا لعالم الأحياء. وبيقدروا إن هم يعدوا البوابة، وبيروح توت لأخوه سخم وبيحذروا من إنه يقرب من أي ضوء أبيض لأن الضوء ده بيبين إنهم مومياوات وبيظهرهم على حقيقتهم. وبعدها بيخرجوا هما الاتنين من المقبرة وبيشوفوا منطقة الأهرامات، وهناك بيكون موجود بعثة استكشافية ومجموعة من العلماء. وبيشوفوا سيلفستر وهو بيحط الخاتم في واحد من الصناديق اللي معاه، وبيقول سيلفستر للمساعدين بتوعه إن الخاتم ده هيكون أهم قطعة في افتتاح المعرض بتاعه. ووقتها بيستنى توت وسخم لما مساعدين سيلفستر يحطوا الصناديق في العربيات، وبينزلوا بسرعة عشان يركبوا معاهم ويرجعوا الخاتم. وبيفضلوا هما الاتنين في العربية لحد ما بتوصل للمينا، وهناك بيستخبوا في واحد من الصناديق علشان محدش يشوفهم. لكن وقتها بيتشال الصندوق ده وبيتحط على مركب مسافرة لإنجلترا. ولما بيطلعوا توت وأخوه سخم على السفينة بيكونوا خايفين ومش عارفين يتصرفوا ازاي لحد ما بيسمعوا صوت حد جاي عليهم، فبيستخبوا بسرعة علشان يهاجموا الشخص اللي جاي ده. لكن وقتها بيتفاجئوا لما الباب بيتفتح وبيكتشفوا إنها الأميرة نفر، وبيكونوا مستغربين وجودها هنا. ولما بيسألوها هي هنا بتعمل إيه ما بترضاش تقول لهم، وبتسألهم هما اللي هنا بيعملوا إيه، وبتتهم توت إن هو هربان علشان ما يتجوزهاش. فبيرد عليها زخم وبيقول لها إن توت ضيع خاتم الجواز بتاعهم وإنهم هنا علشان يجيبوه. فبتقول نفر لتوت إن كده ممكن تحصل مصيبة كبيرة لو الخاتم ده مرجعش، وعلشان كده بتقرر إنها تساعده إنه يلاقي الخاتم. وبيفضلوا كلهم يحاولوا إنهم يفتحوا الباب، بس للأسف ما بيكونش بيفتح غير من الناحية التانية. وبعد شوية بتوصل المركب لإنجلترا وبيكونوا كلهم فاكرين نفسهم في مملكة بابل أو في المملكة الرومانية. وبعدها بيشوفوا سيلفستر وبيعرفوا إن هو ده الشخص اللي سرق الخاتم، وبيقرروا إنهم يمشوا وراه. وبيستنوا لما سيلفستر يركب العربية مع المساعدين بتوعه، فبيروحوا كلهم يستخبوا في صندوق العربية علشان محدش يشوفهم. وبيفضلوا مراقبين سيلفستر، وساعتها بيشوفهم مجموعة من الناس وبيفضلوا يصوروهم، وبيكون عاجبهم التنكر اللي هم عاملينه لحد ما الضوء الأبيض بيظهر حقيقة إنهم مومياوات. فبيترعبوا الناس منهم وبيسيبوهم يجروا. وبعد ما بيشوفوا كلهم إعلانات لعرض فرعوني في المسرح فبيقرروا إنهم يروحوا علشان يدوروا هناك على الخاتم. وفعلا بيروحوا للمسرح، وهناك بيدخلهم المخرج مع الممثلين اللي لابسين زي الفراعنة، وبيقول لهم إنهم لازم يظهروا على المسرح بسرعة. ووقتها ما بتكونش نفر فاهمة هو بيعمل ليه كده، وبتفضل تقول له إنها الأميرة نفر. فبيضحك المخرج عليها وبيقول لها إنه عاجبه تقمصها للشخصية بتاعتها. وفعلا بيدخلوا كلهم على المسرح وبيفضلوا يغنوا، وبتفرح نيفر جدا إنها أخيرا هتقدر تغني من غير ما حد يمنعها. وفعلا بتفضل نيفر تغني، وبيكون المايسترو متضايق جدا لأنها خارجة عن النص اللي هم متفقين عليه، لكنها بتفضل تغني وبينبهر بيها كل الموجودين في المسرح. وكمان بتقدر تاخد الخاتم اللي كان مع ممثلة من اللي كانوا موجودين في العرض، لأنها بتبقى فاكرة إن هو ده الخاتم الأصلي اللي بيدوروا عليه، بس للأسف بيكون خاتم مزيف. وأثناء اللي بيحصل ده بيكون سيلفستر قاعد بيتفرج على العرض المسرحي، ووقتها بيلاحظ العلامة اللي على جسم نفر، وبيعرف إن محدش هيعمل العلامات دي بالإتقان ده إلا لو كان فرعون بجد. وبيفهم إن دي موميا حقيقية وإنها هربانة من مدينة المومياوات. وبعد ما العرض بيخلص بيمشوا توت ونفر وسخم وبيحاولوا يهربوا بسرعة بعد ما افتكروا إنهم كده أخدوا الخاتم. وقتها بيقابلهم راجل غريب اسمه آد، وبيقول لهم إنه مستعد يوصلهم في المكان اللي هم عاوزينه. وفعلا بيركبوا كلهم معاه، وبيفضل آد يتكلم مع نفر وبيقول لها إن سمع صوتها وإنه عاجبه جدا، وإن هو كمان مستعد يعمل لها ألبوم ويكون هو المنتج بتاعها. ولكن توت بيتدخل وبيقول له إنهم عندهم حاجات أهم ولازم يرجعوا لوطنهم في أسرع وقت.
فبيقول آد لنيفر إنها لو غيّرت رأيها في أي وقت ممكن تكلمه، وبيدّيها الكارت بتاعه. وبالليل بتقعد نيفر تتكلم مع توت، وبتقول له إنها بتفكر ما ترجعش تاني لوطنها، لأنها حاسة إنها هنا ممكن تغني من غير ما يكون عليها أي قيود، علشان هي الأميرة وبنت الفرعون، وإنها هنا هتكون حرة وتعمل كل اللي هي عايزاه. وأثناء ما هما بيتكلموا بتبدأ الدنيا تمطر، وساعتها بيقرروا إنهم يرجعوا لآد علشان يفضلوا عنده لحد ما المطرة تخلص. وفعلا بيروحوا لآد اللي بيرحب بيهم جدا وبيخليهم يباتوا عنده لتاني يوم. ومن ناحية تانية بنشوف سيلفستر وهو ماسك بردية قديمة، وبيقول للمساعدين بتوعه على الأسطورة اللي بتحكي عن الأميرة نيفر وعن الخاتم بتاع جوازها اللي ضاع منها، وإن معنى إنها موجودة دلوقتي في عالم الأحياء إن الأسطورة دي حقيقية، وإنها رجعت عشان تاخد الخاتم ده. وفي تاني يوم بنشوف آد وهو بيتكلم مع نيفر، وبيقول لها إنه هينتج لها ألبوم غنائي وهيتكفل بكل مصاريفها، وده لإنه مؤمن بموهبتها. بس المشكلة إن الهدوم اللي هي لابساها هي وتوت مش مناسبة جدًا، وإنهم محتاجين هدوم جديدة، وعلشان كده بيدّيهم كارت البنك بتاعه علشان يروحوا يجيبوا هدوم جديدة. وفعلًا بيروحوا كلّهم يشتروا هدوم من المول، وبيكونوا مبسوطين جدًا من التجربة دي، وبيرجعوا لآد اللي بيساعدهم في تسجيل أغاني النيفر اللي بمجرد ما بتنزل بتنتشر جدًا وبتحقق ملايين المشاهدات. وفي الوقت ده بنشوف سيلفستر وهو بيتفرج على الأخبار، واللي بيشوف نفر في التلفزيون وبيقول إنه أخيرًا عرف مكانها. ومن ناحية تانية بنشوف توت وهو قاعد بيتكلم مع نيفر، واللي بعد ما بيخلص كلام معاها بيسيبها ويدخل ينام. وبنشوف بعدها نيفر وهي واقفة في البلكونة، بس فجأة بيجي سيلفستر وبيسيبها بسهم منوم وبيخطفها. وأول ما توت بيشوفهم بيجري وراهم بسرعة علشان ينقذ نيفر، ولكنه ما بيلحقهاش. وبيظهر بعدها توت وهو حزين جدا ومش عارف يتصرف ازاي. وساعتها بيقول له آد إن العربية اللي خطفت نيفر عربية معروفة لأنها تابعة لمتحف مشهور اسمه متحف كارنبي، واللي بيكون متحف تابع لعيلة سيلفستر. وبنروح بعدها للمتحف وبنشوف سيلفستر وهو بيتكلم مع نيفر، واللي بتكون مربوطة في الكرسي، وبيقول لها إنه كان ناوي يخلي الخاتم بتاعها هو أهم اكتشاف عنده ويفرج الناس عليه. بس الموضوع دلوقتي مختلف، وهيخلي الناس تتفرج على الأميرة نفسها بدل ما تتفرج على الخاتم بتاعها. وفي الوقت ده بيكون توت قدر إنه يوصل للمتحف، وهناك بيتضايق جدا لما بيلاقي إنهم كاتبين على لوحة التعريف بتاعته إنه كسب 100 سباق بس، وبيقول توت إنهم في الحقيقة أكتر من 112 سباق. وبيدخل بعدها علشان يدور على نفر، ولكن للأسف بيقدر سيلفستر هو والمساعدين بتوعه إنهم يقبضوا عليه هو كمان. وفي الوقت ده بيكون سخم قاعد قلقان على أخوه توت اللي راح ينقذ نفر ولسه مرجعش، وساعتها بيقرر سخم إنه يروح بنفسه للمتحف ده علشان يدور عليهم. وفعلا بيعمل كده، وبيقدر سخم إنه يوصل لتوت ونفر، وبيفضل مستني لحد ما الحراس يتشغلوا عنهم، وبيدخل سخم ويقدر إن هو يحررهم، وبيطلب منهم إنهم يهربوا معاه بسرعة. بس كمية المخدر اللي توت ونفر أخدوها بتكون كبيرة وما بيبقوش قادرين يمشوا، فبيفضل سخم يشجعهم ويحاول إن هو يحركهم بسرعة قبل ما سيلفستر يرجع. ولكنهم للأسف بيتأخروا، وبيرجع سيلفستر هو والمساعدين بتوعه بيشوفوهم. وفي الوقت ده بيدخل آد وبياخد هو طلقة المخدر وبيقع على الأرض، فبيشيلوا توت وبيهرب بيه. وبيفضلوا كلهم يجروا بسرعة وبيروحوا يركبوا أتوبيس علشان يهربوا بيه، وبيخرج سيلفستر وبيجري وراهم بالعربية. توت بيقرر وبيبدأ يوجه سخم وبيقول له يعمل إيه، لحد ما بيقدروا إنهم يهربوا من عربية سيلفستر بعد ما بيوقعوها على مركب في المية. وبعد شوية بيكون قاد فاق من المخدر وفهم كل حاجة، وبيقول لهم إنهم لازم يرجعوا لوطنهم في أسرع وقت، وبيعرفهم إزاي يركبوا الطيارة، وبيحجز لهم أقرب تذاكر طيران متجهة لمصر. بس وقتها بنكتشف إن سيلفستر هو كمان حاجز نفس الطيارة وراجع على مصر ومعاه المساعدين بتوعه. وأخيرا بيرجعوا توت ونفر لوطنهم مرة تانية، وبيفضل كل واحد فيهم عايش لوحده بعيد عن التاني. وبعد أيام بيجي فرد من حراس الفرعون وبيقوله إن في أحياء هجموا على المدينة ومعاهم وحوش حديدية. وفعلا بنشوف سيلفستر هو والمساعدين بتوعه وهم راكبين الجرارات وجايين علشان يقتحموا مدينة المومياوات. وبيقول واحد من المساعدين سيلفستر إنهم هيدوروا على الأميرة، وبس سيلفستر بيرد عليه وبيقوله إنه ما بقوش محتاجين للأميرة خلاص،
وإنهم هياخدوا الفرعون مكانها. وفعلا بيدخلوا كلهم للقصر بتاع الفرعون، وقتها بتدخل نيفر وبتحاول إنها تحارب سيلفستر علشان تحمي الفرعون، ولكن بيقدر سيلفستر إنه يطيرها بعيد وبيخطف الفرعون. وفي الوقت ده بيروح سخم لأخوه توت وبيعرفه اللي حصل، فبيقول لتوت إن الأميرة نيفر أكيد مش محتاجة لواحد زيه. فبيرد عليه سخم وبيقوله إن نيفر في خطر وإنها بتحارب الوحوش الحديدية لوحدها. فبيقرر توت إنه يروح لها بسرعة علشان يساعدها. وفعلا بيوصل توت في الوقت المناسب، وبيقدر إنه يوصل لنيفر اللي بتركب معاه العجلة الحربية بتاعته، وبيفضلوا يطاردوا سيلفستر لحد ما بيقدر توت إنه يوصل لسيلفستر، وبيفضلوا هما الاتنين يتخانقوا. وفي الوقت ده بنكتشف إن الطريق اللي هما ماشيين عليه عبارة عن منحدر، وإنهم كده هيقعوا من مسافة كبيرة جدا. وبتكون وقتها نيفر لسه مربوطة في العجلة الحربية اللي مربوطة في الجرار، فبيروح لها توت بسرعة وبيقدر إنه يفكها، وبيرمي نفسه مع سيلفستر علشان ينقذ نيفر. وفعلا بيقعوا هما الاتنين من على المنحدر. وساعتها بتنزل نيفر وبتفضل تدور على توت وهي حزينة على موته، بس وقتها بتتفاجئ إنه لسه عايش وإنه قدر إنه يمسك في حافة المنحدر. فبتنقذه نيفر وبتطلعه، وبتكون مبسوطة جدا إنه لسه عايش. وبتاخده وبيروحوا هما الاتنين للفرعون، وبيقولوا له إنهم موافقين على الجواز ومستعدين يعيشوا مع بعض طول عمرهم. فبيقول لهم الفرعون إن حتى لو طائر العنقاء ما كانش راح ناحية بيت توت بإرادته، ففي النهاية القدر كان كاتب لهم إنهم يتجمعوا تحت أي ظرف. وأخيرا بيتجوزوا توت ونفر، وبيعمل لهم الفرعون فرح كبير، وبيكونوا كل سكان المدينة فرحانين بيهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية سعيدة في نهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب ولايك وشير. بس كده، سلام.